اعملي لي اشتراك وفعلي لي زر الجرس وتعالي معايا. هاتي كوبايتين كنافه ناعمه، عليهم كوبايه ونص من دقيق السميد، 4 معالق من السكر، معلقتين من جوز الهند، وهنزل عليهم بكوبايه من السمنه الصغيره، وهنزل عليهم بمعلقه كده كراميل يعني اختياري، وكوبايه اللي عايرت بيها السمنه هنزل عليهم بكوبايه لبن. هفردهم في صينيه مدهونه وهحطهم على رف اول على درجه حراره 190 ياخد لون من تحت، ولما ياخد لون ارفعه تحت الشوايه ياخد لون من فوق. وعشان اعمل السيرم معايا كوبايه ونص من السكر لكوبايه من الميه ومعلقه من عسل الجلوكوز وعصره ليمون، ارفعهم على النار لمده 7 دقائق واحط عليهم فانيليا، وهسقي بيهم المدلعه دلوعه. انا هسميها دلوعه عشان ده ابتكار يا جماعه. وبعدين هجيب كوبايه من الكريم شانتيه عليها نص كوبايه من الميه الساقعه وهضربهم بالمضرب لحد ما احصل على القوام المطلوب. عايزه اقول لكم ان صوص الكراميل بيتعمل ازاي، احنا عملناه كتير مع بعض. المرة دي عملت كوباية من السكر عليها ربع كوباية من المية ورفعتهم على نار متوسطة. أول ما بياخد لون هنزل عليهم بقطعة زبدة، وبعدين هنزل عليهم بكوباية لبن عليها معلقة نشا صغننة، وهقلبهم ويبقى كده الصوص جاهز معايا وقمر زي ما انتوا شايفينه كده. بعد ما افرد الصوص على الكريم شانتيه، بعد طبعا ما الدلوعه بتاعتنا بردت، هعمل كده خطوط بالكريم شانتيه وخطوط بالشوكولاته وشويه زجزاجات كده عشان احصل على الشكل اللي احنا بنحبه. اعملوا لي اشتراك من فضلكم، وفعلوا لي زر الجرس، وسيبوا لي تعليق جميل. ما استاهلش استحلفك بالله لو وصلت لحد هنا اعملي لي اشتراك وفعلي لي زر الجرس وسيبي لي تعليق حلو كده، والله بيسعدني وبتديني باور كده وبتديني يعني ايه، بحس ان انا بعمل حاجه او وصفاتي بتعجبكم. يعني ما تبخلوش عليا من اللايك والشير، إيه من فضلكم. ده حبكم يلي ما فيش منكم. تعالوا بقى ما اقول لكم تقطعيها واوريكي اللون الذهبي الخطير اللي واخده من تحت. معلش انا لازم